السلام عليكم أعزائي الطلاب. وصلنا إلى موضوع جديد، تقدير الأعمال الفنية في الوحدة الرابعة من الجزء الثاني. نعم، أقرأها لكم وأشرحها. تقدير الأعمال الفنية واتا ريزقرتن لكاره هنا كان الصورة الأولى كما ترون أمامكم أشخاص واقفون لكي يشترون تذكرة الدخول. أتجنب مزاحمة الآخرين لشراء تذكرة الدخول. الصورة الثانية أجلس في المكان المخصص لي ولا أثير الفوضى. الصورة الثالثة أدخل إلى المسرح أو السينما في الوقت المحدد للعرض ولا أصل متأخرا لئلا أزعج الآخرين. لا وێنەی دووەم باز لەوەی دەکەدەرێ ئەو شوێنەی بۆم دابین کرایە لەوێ دادەنیشم، فەوضای دروست ژاوەژاوی دروست ناکەم. لە وێنەی سێیەم دەرێ کاتی پێویست دەگەمە مەسرەحە ئەوجە سینەمایە شانۆیە سینەمایە بۆ ئەوەی خەڵکی تر بێزار نەکەم. الصورة الرابعة أحافظ على الصمت والهدوء في أثناء حفل موسيقي أو مسرحي. بيدنجي دا باريزم كاتك حفل موسيقى دسبيلك أوازم يعنيش مسرحك دسبيلك. الصورة الخامسة أصفق عند انتهاء العمل الفني تقديرا للفنان. سبلي لي الدم لبو أو كسيك بيشكش كاركا كهر هنرج بيشكش دكا ريزقرتن لا هنرجي. الصورة السادسة أغادر المسرح عندما ينتهي العرض المسرحي أو الموسيقي ويسدل الستار. دري دروم لو شويني كاتكا بيشكش كدنكا طاو دبيت سم لا روي مسرح وبيان موسيقى بي كاتكا بردكان داخرا. الصورة السابعة لا ألمس اللوحات المعروضة أو يناني كخراونة روم أو تابلويانات دستي ناكمي دز نادم لو يناني كخراونة روم. أبدأ بحل التمرين 17 فقط لأنها محلولة عندكم. أقرأ الجمل الآتية ثم أكتب نعم أمام التصرف اللائق ولا أمام التصرف غير لائق. أولا أغادر المسرح قبل أن ينتهي العرض المسرحي. قلنا لا نغادر حتى ينتهي العرض المسرحي، لا. ثانيا أصفق عند انتهاء العمل الفني. نعم. لا ألمس اللوحات المعروضة. نعم. أجلس في المكان المخصص لي في السينما. لا أزاحم الآخرين لشراء تذكرة دخولي. لا أصل متأخرا إلى المسرح. والتمرين 18 محلولا عندكم، فقط ترقمون كل مجموعة وبعدها تكتبونها تحصلون على جمل مفيدة وأنتم كتبتموها في الكتاب، فقط راجعوا. نعم. ونأتي للتمرين 19. عبر بجملة عن كل رسم من الرسوم مستعينا بالأفعال الآتية. أجلس، أتجنب، أغادر، أصفق. أجلس يعني دادنيش لو شيني، أتجنب دور دكوموا، أغادر دروم لو شيني، أصفق تصفلي جدا. أو أنا بيشتريها متان حل كردي لنا بولا لنا كتابتان وإستاج مراجعي بكنوا. نعم. قمتم بحلها في الصف وأنتم فقط تراجعون الدروس، وإن شاء الله نواصل دروسنا بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.